يا مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. كنا المرة اللي فاتت بالفعل عملنا انستول الانتليجي زي ما انت شايف، وبالفعل بدأنا ننشئ أول بروجكت لينا. بس طبعا من الخطوات اللي المفروض همر عليها إن أنا محتاج أعمل انستول للجي دي كي زي ما انت شايف. طبعا الجي دي كي كنت قلت لك حاجة هتساعدنا إن احنا بالفعل نكتب أكواد باستخدام كوتلين، فبالتالي أنا محتاج أعمل لها داونلود. طبعا هو دلوقتي مديلك 2 اوبشن. الأوبشن الأول داونلود أوراكل أوبن جي دي كي 23، والاوبشن التاني داونلود جي دي كي. ايه الفرق هنا؟ الفرق ان الاختيار الاول هيخليك تحمل الجي دي كي وانت وبتنشئ اول بروجكت ليك، تمام، لكن الاختيار التاني هيقولك ان انت هتحملها والكلام ده. فبالتالي ممكن اسهل الامور على نفسي واقول له خلاص انا عايزك تحملها وانت بتنشئ البروجكت عادي خالص. فهعمل كرييت هنا كده وهسيبه هو بقى ينشئ البروجكت ويعمل داونلود للجي دي كي. يعني لو بصيت معايا تحت هتلاحظ ان هو بيقول لك installing oracle open JDK، فبالتالي هو دلوقتي بيتعمل له انستول. فممكن نستنى شويه لحد لما يخلص وبعد كده نرجع نكمل كلام. زي ما انت شايفه كده خلص خلاص اهو، وبالفعل كده كل حاجه المفروض شغاله معايا. يعني كده بالفعل هو خلاص فتح لي البروجكت بتاعي. طبعا في البدايه خالص حابين كده ناخد نظره عن منظر الانتليجي. طبعا شيء طبيعي ان كل اللي انت شايفه دلوقتي شيء غريب عليك وحاسه صعب، فانا مش عايزك تقلق من كده، كل حاجه هتتقال بالتحديد. وبرضه مش عايزك تقلق من ان انا شغال مثلا من على جهاز ماك وانت شغال من على جهاز ويندوز. اي كلمه هقولها لجهاز ماك هقول برضه نفس الكلام لجهاز ويندوز، يعني ما تقلق. سواء مثلا شورت كات او حاجه زي كده هقول الاتنين، فمش عايزك تشغل بالك باي حاجه. المهم دلوقتي ان المفروض بمجرد ما الانتليجي يفتح هتلاحظ ان هو فاتح لك كده منيو على الشمال زي ما انت شايف فيها الفيرست بروجكت بتاعك. ده كده البروجكت بتاعي بيتم انشاء الحاجات دي باي ديفولت، مش انت اللي بتنشئها. انا اللي يهمني في كل الحاجات دي هو الفولدر اللي اسمه سورس، اللي هو اسمه src، ده اختصار لسورس. لو ضغطت عليه كده هتلاقي فيه فايل اسمه main.kt. ما يهمنيش الاسم دلوقتي خالص، المهم ان الاسم ده فيه الكلام اللي انت شايفه قدامك. يعني ده الفايل اللي بالفعل مفتوح في المكان ده. لو ضغطت عليه دلوقتي اهو هيتفتح معايا هنا، فده الفايل اللي مفتوح بالفعل. انا ما يهمنيش تبقى فاهم اي حاجه دلوقتي، انا كل اللي عايزك تفهمه هو المسار اللي انا مشيت عليه عشان اوصل للفايل ده. يبقى انا دلوقتي عندي الفيرست بروجكت. جوه الفيرست بروجكت عندي فولدر اسمه src، دي اختصار لكلمه سورس. جوه ده عندي فايل بقى اسمه main.kt. تمام، هوضح لك كل حاجه بالتفصيل، هنفهم الفايل ده بتاع ايه والكلام ده معناه ايه، كل حاجه نفهمها بالتفصيل. بس اللي انا عايزك تعمله دلوقتي ان انت تضغط كنترول A وبعد كده تمسح كل اللي مكتوب بالكامل وتكتب ورايا الكلام ده بالحرف. انا مش عايزك تفهمه، انا عايزك بس تكتبه ورايا زي ما انا هكتبه بالظبط. هنكتب اول حاجه كلمه فن عادي جدا، بعد كده اضغط مسطره واكتب كلمه مين، وبعد كده هفتح قوسين. القوسين هتلاقيهم شيفت وتسعة، يعني اضغط شيفت وتسعة هتلاقي القوسين ظهروا لك بالمنظر ده. طبعا الحاجات دي هتتعود عليها لما تكتبها كتير. يعني انت لو اول مرة تحتك بالبرمجة شيء طبيعي ان اماكن الحروف والحاجات دي انت لسه مش مدرك ليها، بس هتتعود عليها من كتر الكتابة. بعد كده هطلع بره القوسين زي ما انت شايف اهو، بعدت شوية عنه واضغط شيفت وحرف الجيم هيعمل لي حاجة اسمها كيرلي براكتس. دي مهمة جدا بالنسبة لنا، هنفهم ايه الهدف منها بعدين. هاجي قبليها كده واضغط انتر عشان انزلها تحت كده في نيو لاين، واجي بعد كده جوه الكيرلي براكتس اضغط انتر تاني برضو عشان اقدر اكتب حاجة جوه الكيرلي براكتس. يعني هاجي بعد كده جوه الكيرلي براكتس اكتب كلمة print بالظبط كده، وبعد كده ln، تمام، واعمل قوسين تاني قلنا شيفت ورقم 9. بعد كده جوه القوسين دول هعمل شيفت ودبل كوتيشن اللي هي حرف الطاء، هيعمل لي 2 دبل كوتيشن زي ما انت شايف كده، وهاجي ما بين الدبل كوتيشن واكتب كلمة هلو وورلد بالمنظر ده، تمام. وبعد كده بكل بساطة هاجي فوق على اليمين كده هتلاحظ ان في علامة ران، هضغط عليها فهتلاحظ ان هو بدأ يعمل حاجة اسمها بيلد اهو، بيكتب لك كلمة بيلد. بيلد معناها ان هو بيبني البروجكت اللي انا عملته. لو بصيت معايا هتلاحظ ان هو فتح لك منيو كده من تحت، دي اسمها الكونسول بتاعتنا. خليك عارف بس الاسم مش اكتر، هنعرف اهميتها بعدين.
المهم لو لاحظت كاتب لي هالو وورلد هنا، نفس الجملة اللي انا كتبتها في المكان ده. فكده عملية السيت اب تمت بشكل سليم. يعني كده خلاص انت عملت سيت اب بالفعل ومش محتاج اي حاجة تانية. كده احنا ممكن نبتدي بقى ونكتب كود. طبعا مش هنكتب كود على طول، لسه في شوية معلومات محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نكتب كود، زي يعني ايه IDE اساسا، يعني ايه لغة برمجة. ايه الكلام ده محتاجين نعرفه الاول. بس الفكرة ان بيئة العمل جاهزة ان احنا نستخدمها، فخلاص الدنيا كده كويسة بالنسبة لنا. وبكده يكون الفيديو ده انتهى، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامة.